نفرق بين الثرومبس والامبولس. الثرومبس بتكون كتله من الكلوتد بلاد، دم متجلط بيتكون في مكانه الاصلي داخل وعاء دموي سواء ارتري او فين، يعني الدم بيحصل له كواجيوليشن في موقعه، فبيبقى عندنا كتله ثابته. زي مثلا الدي في تي، الديب فين ثرومبوزز، جلطه بتتكون في الاورده العميقه للساق. اما الامبولس اي ماده متحركه مع مجرى الدم لحد ما توصل وتسد وعاء دموي ضيق، فمثلا ممكن تكون الثرومبو امبولس، الفات امبولس، الاير امبولس، امنيوتيك فلويد امبولس، والتيومر امبولس زي ما اتكلمنا عليهم. الخلاصه الثرومبس بتكون في مكانه الاصلي، اما الامبولس بيتحرك مع الدم لحد ما يقفل وعاء دموي بعيد. يعني نقدر نقول كل امبولس ممكن يكون اصله ثرومبس، زي مثلا البلمونري امبوليزم بتتكون من الدي في تي، الديب فين ثرومبوزز. لكن مش كل ثرومبس لازم يتحول لامبولس، ممكن يفضل ثابت. ممتاز جدا.